وكان هو مسؤول عن التحقيق مع النساء. مات تحت دياتنا 9 نساء بأمر منه، لأنه هو كان المختص بتحقيق معه. طبعا النساء كانت تموت عن طريق التعذيب والضرب على الكلى، على الخاصر الكلى. 21 لوقت التحرير ماتوا 9 نسوان، مني نكون موجود عليهم مني ما يكون موجود، بس العدد الحسينات 9. تتحول بعد بتموت ويصير معه قصور كلوي، ياخذوه على المشفى العسكري بحمص، يسلموه المشفى العسكري بحمص انه هاي ماتت لحالها. والمعتقلين اثناء الشبح كان الشبح يمد لفترات طويله، هذا الشيء بيؤدي الى قصور كلوي معه، يصير في مثل حالات الموت البطيء، ويصير التعذيب عن طريق شبح دولاب. ما يقبل الضابط يفوت لعنده المعتقل الا ما يكون انه اكل قتليه حتى يفوت لعنده، غير هيك الضابط ما كان يرضى يفوت لعنده المعتقل اذا يوقف على جهته، لا ما كان يرضى هالشيء هذا. وكان يصير حالات اغتصاب من قبل عناصر، من بيناتهم بذكر اسم هذا الاسم بذكره مضبوط، هذا ابي روح من بالي. ياخذوه على غرف التحقيق تبعيتي، شو يصير جوا ما حدا يعرف، ممنوع حدا يقرب. غرفة التحقيق غرفة كذا، قال لك هاي غرفة التحقيق ممنوع أن تتقرب علي كعنصر. ليست قصة مجرم واحد، بل قصة زمن مزق أرواح شعب كامل، قصة مدن نزفت وقلوب تصدعت، وهي أيضا قصة الحقيقة التي ترفض أن تدفن في الظلام. شو يا جعفر ذكرتني؟ أنا كنت محبوس عندكم وأنت كنت سجاني، بس الدنيا دوارة. يا سبحان الله، أنت كنت سجان علي، هلا أنا سجانك، بس أنا لاني جاي لا انتقم ولا سأر ولا شيء. نحن جايين لهون نحقق العدالة، خلي العدالة تاخذ مجراها.